ازاي تم تفكيك جيوش الدول الإسلامية والعربية في العراق وسوريا ولبنان واليمن واستبدالها بميليشيا مسلحة، وازاي الكيان الصهيوني نفوذه بيزيد يوم بعد يوم على أنقاض الدول دي. القصة يا جماعة مش صدفة، دي خطة طويلة الأمد ماشية بشكل منظم. فإن شاء الله هنكشف اللعبة دي ونربطها بآخر الأحداث اللي حاصلة دلوقتي حالا في سوريا عشان تعرف الصورة كاملة. الكيان عارف كويس قوي إن المسلمين كان عندهم جيش قوي وعايزين يرجعوا المجد ده. قال لك بدل ما احارب الرغبه دي عندهم واخليهم يعملوا مقاومه تطلع عيني، قال لك لا، انا اللي هشبع الرغبه دي ليهم بنفسي. ازاي؟ اعمل لهم مقاومه وهميه، جماعات مسلحه باسماء اسلاميه وشعارات رنانه تبان كانها مقاومه ولكنها في الحقيقه بتنفذ الخطه بتاعته. المبدا بتاعهم اللي هو ايه؟ كل نفسك قبل ما حد ياكلك. فعملوا لينا الميليشيات المسلحه دي عشان تضعف وتفتت الجيوش الاسلاميه والعربيه، فكان لازم يلاقوا عدو مشترك للمسلمين، فما لقوش غير مين؟ الشيعه، متمثله في مين؟ ايران واذرع ايران. طب واحد يقول لي الكلام ده ايه دليله؟ اقول لك ارض الواقع. تعال ناخد جوله سريعه في الدول اللي فيها اذرع ايران. في اليمن بقالهم سنين شعارهم ايه؟ الموز لامريكا، الموز لاسرائيل. طيب والمحصله ايه؟ كم واحد امريكي وكم واحد اسرائيلي مات على ايديهم؟ ولا واحد. في المقابل كم شيخ مسلم وطالب علم اتقتل على ايديهم؟ كم مسجد ودار تحفيظ قرآن اتحرقت واتهدت؟ والمصاحف والكتب الإسلامية؟ كتير جدا. وفي ناس مغفلة نسيت كل ده عشان خاطر الحوثيين ضربوا صواريخ فارغة ملهاش أي تأثير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وصيتي إلى الناس جميعا. هذا اعتداء صارخ. ضربوا علي إلى داخل المسجد وحاولوا اغتيالي وأنا مظلوم. بزوا مرتباتي، نهبوني المبنى وما بش مع التربية ووضري، ثم وبزوا مرتباتي ومرتبات زوجتي، رموا على أولادي داخل السوق. وإحنا اتجهنا إلى الدولة لكن لم ينصفنا يومها فؤاد الجرادي. والآن جاء فارس روبع يهددني أنه سيقصف علي البيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله إنها شهادة في سبيل الله. من مات دون عرضه أو من قاتل دون عرضه أو ماله فهو شهيد. إن شاء الله أكون شهيد عند الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله. طيب ايه هدف الحوثيين من ضرب السفن التجارية اللي بتعدي في البحر الأحمر؟ الهدف هو إن ندي مبرر للكيان الصهيوني وأمريكا إن تسيطر على البحر الأحمر ومضيق باب المندب. هتقول لي إزاي؟ هقول لك شوف أرض الواقع. دلوقتي الكيان مسيطر على أراضي في جنوب لبنان اللي كان حزب الشيطان بيضرب منها صواريخ على عواميد عند الكيان. نروح للبنان. فين جيش لبنان؟ تم استبداله بحزب الشيطان. طب وحزب الشيطان ده فين في لبنان بالظبط؟ في جنوب لبنان. طب وجنوب لبنان دي على حدود مين؟ على حدود فلسطين، عند الكيان المحتل. فتم استبدال المقاومة الحقيقية اللي كانت مطلعة عين الكيان بمقاومة وهمية، وهي اللي أمنت الكيان لسنين طويلة من المقاومة الحقيقية. فلو الحزب ده بيمثل خطر حقيقي على الكيان، ليه سابوه من البداية يتأسس؟ ويا عيني أمريكا والكيان مش شايفينه. نروح للعراق. أمريكا اللي عاملة نفسها بتحارب إيران هي اللي سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب. عملوا ميليشيا الحشد الشعبي اللي هم الشيعة وتم دمجهم في الجيش العراقي، بحيث لما أنت تيجي تضرب ميليشيا الحشد الشعبي يقول لك أنت كده بتضرب الجيش العراقي، ويبقى شلل كامل للجيش. Obviously, the war in Iraq was a big, fat mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. نيجي لسوريا. بدأت بثورة شعبية ضد نظام مجرم، لكن المحصلة إيه؟ دخلت إيران وحزب الشيطان والميليشيات الشيعية بحجة مقاومة الكيان، وقتلوا مئات الآلاف من المسلمين في سوريا. الجيش السوري اتدمر واتفكك، واللعبة لسه ما خلصتش. المرحلة التانية من الخطة بدأت دلوقتي، وهي التقسيم. شوف اللي بيحصل دلوقتي في السويداء في جنوب سوريا. اقتتال وفتنة ما بين قوات أحمد الشرع والدروز المدعومة من الكيان. الهدف إيه؟ عمل فوضى تؤدي في النهاية إلى تقسيم سوريا إلى دويلات صغيرة ضعيفة، دويلة درزية في الجنوب، ودويلة كردية في الشمال، ودويلة علوية على الساحل، وشوية مناطق متفرقة للمسلمين. بلد متقسمة ومفتتة ومفيش جيش سوري قوي، وده كله بيصب في صالح الكيان. الكيان عنده خطة وهي تفتيت الدول الإسلامية المحيطة بيه. طيب هيعمل ده إزاي؟ عن طريق حاجتين: الثورات والميليشيا المسلحة. شفنا احنا الدول اللي حصل فيها ثورات أغلبها ما قامش لحد دلوقتي وما بقى عندهم جيش قوي، ودول تانية تم استبدال الجيش القوي بميليشيا مسلحة. وده اللي كان عايز يعمله الإخوان عندنا في مصر، وهو الحرس الثوري، بحيث إن يبقى فيه جيش موازي للجيش المصري، وبعد كده يحصل اقتتال ويتم إضعاف الجيش المصري. طب وده بيصب في مصلحة مين؟ بيصب في مصلحة الكيان. واحد يقول طب وانت ايه دليلك على الكلام ده؟ هقول لك دليلي أرض الواقع. شوف في السودان، عندك الجيش السوداني وعندك قوات الدعم السريع. دي بقت ميليشيا موازية للجيش السوداني
وتم اقتتال ما بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع. طيب ايه النتيجة؟ اضعاف الجيش السوداني وتقسيم السودان. اسمها الحرس، إدارة الحرس الوطني، دي قوات لحفظ الأمن الداخلي والتدخل في وقت عجز الأمن الداخلي الشرطة عن التدخل. ونيجي بقى لأكبر مسرحية كوميدية، وهي ضرب إيران للكيان. يا جماعة حرب إيه دي اللي بتبلغوا بعض قبلها؟ ترامب نفسه طلع من كام سنة وفضحهم وقال إن هم بلغونا قبل ما يضربوا القواعد الأمريكية في العراق. Iran, this is Iran, the same Iran that's wiping Biden's face in the mud. They called us up, and first time I told this story was a week ago. They called us up and they said, listen, we have no choice. We have to hit you because we have our own self-respect. And I understood that. We hit them. They got to do something. We're going to launch 18 missiles at a certain military base that you have. And you remember that night. Interesting night. I was the only one that wasn't nervous because I knew what was going to happen. They told us that don't be concerned. We're going to launch 18 missiles at your military base, but none of them will hit the base. These are very accurate missiles. These are missiles that essentially never miss. They're very reliable, very accurate. 5 of them blew up in the air, didn't make it, and the others hit outside the base area. You remember that, Louis, you were there, right? Louis was very nervous. I wasn't nervous because I knew something that Louis didn't know. So they told me that they were going to hit us, but they just had to do it. Now, I never told that story before, but you know what that story is about? Respect for our nation. Respect for our nation. وبرضه طلع يشكرهم انهم بلغوه قبل ما يضربوا القواعد الامريكيه في قطر. وطبعا كلنا شفنا الصواريخ الوهميه اللي ما بتقتل نمله. You know, they called me to tell me they have to take a shot at us. This was Iran, very respectful. That means they respect us. Because we dropped 14 bombs, they said, we'd like to take 14 shots at you. I said, go ahead, I understand. They said, where they'd do it. I said, good. We emptied out the fort. It was a beautiful military base in Qatar who treated us really fantastically well. And they said, sir, 1 o'clock, okay? I said, it was fine. We could make it later. And we had nobody but 4 gunners. We had 4, they call them gunners, and they shoot the Patriots, they shoot the missiles up. It's hard to believe. So all of a sudden they said, we're ready. And they were a little nervous about doing it, I want to tell you. Can you imagine? They were nice enough. This is Iran to call me and tell me that they would like to shoot me at 14 times. So they want to shoot us, and I said, go ahead. And they shot 14 high-grade, very fast missiles. Every single one of them was shot down routinely by these 4 unbelievable guns. يا جماعه انا عايزكم تتخيلوا ان قامت حرب ما بين مصر والكيان. دي هتكون حرب خاطفه طاحنه هيموت فيها آلاف في اول دقائق. هي دي الحرب الحقيقيه، مش شويه مفرقعات في السماء بتوقيت محدد. وبعدين يا جماعه كم الجواسيس للموساد اللي اتمسكوا في ايران ده بيدل على التعاون ما بين النظام الايراني والكيان. ولكن النظام الايراني خلى دول كبش فدا عشان السذج يصدقوا المسرحيه والعداء الوهمي ما بين النظام الايراني والكيان. المشكله ان ايران وحزب الشيطان والجماعه اللي في القطاع يقول لك انتصرنا، وفي نفس الوقت بيطالبوا بوقف الضرب. طب ما دام انتوا انتصرتوا ليه عايزين توقفوا الانتصار؟ في النهايه لو عايز تعرف الحقيقه بص على 3 حاجات: مين اللي بيموت، ومين اللي بلده بتتفكك، ومين اللي نفوذه بيزيد. اللي بيموت هم المسلمين، واللي بلادهم بتتفكك هم الدول الاسلاميه والعربيه، واللي نفوذه بيزيد هو الكيان. لما ايران اتضربت من الكيان، ليه اذرع ايران ما ضربتش على الكيان نصره لإيران؟ هل ده من فراغ أو عبث؟ لا، ده بأمر من إيران عشان خاطر الكيان ما يخرجش عن قواعد الاشتباك ويضرب إيران ضرب عنيف زي ما حصل في أهلنا في غزة. لما حصلت أحداث غزة إيران خلت ميليشياتها في لبنان واليمن تضرب على الكيان عشان خاطر تدي مبرر للكيان لإبادة المسلمين في غزة. طبعا زي ما قلنا إن الكيان عاوز يفتت الدول العربية والإسلامية عن طريق ثورات أو ميليشيات مسلحة. طب ده بيحصل إزاي؟ عندك اللي قاعدين بره زي اللي قاعدين في تركيا وانجلترا، اللي قاعدين يهاجموا بلدك 24 ساعة وعايزين تقوم ثورة في بلدك، ما نجحوش بقالهم سنين. فلما حصلت أحداث غزة استغلوها عشان يستخدموا عاطفة الناس تجاه غزة فيطلعوا ثورات في بلادهم، وبرضه فشلوا. أنا بس عايز أوضح لك حاجة تثبت لك إن اللي بيعملوه ده في مصلحة الكيان وفي مصلحة الغرب. لو الجماعة اللي قاعدين في انجلترا بيقولوا كلام في صالح مصر وضد مصالح انجلترا،
ما كانتش انجلترا سابتهم السنين دي كلها يقولوا الكلام ده؟ طيب ليه امريكا والكيان مش عايزين يضعفوا النفوذ الشيعي والايراني نهائيا؟ عشان خاطر لو عملوا كده هيجي مكانه قوة مسلمة سنية وهتمثل خطر وجودي على الكيان. قصة يا جماعة مش عشوائية، دي ماشية زي ما الكتاب بيقول: ضعاف الدول الإسلامية والعربية، استبدال الجيوش بميليشيات، ثورات، تقسيم، حركة 7 أكتوبر كذريعة، ثم الميليشيات تضرب ضربات شكلية عشان يجي الكيان ياخد الأرض على الجاهز. الجميل في الموضوع إن الكيان نجح في كل ده وجه عند مصر ووقف، معرفش ينفذ خطة التهجير أو احتلال سيناء أو تقسيم مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى جعل لمصر جيش قوي. ربنا ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان ويحفظ بلادنا الإسلامية من كل شر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.